السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة وفي احسن حال. النهاردة بقى هعمل معاكم روتين كامل في الشقة كلها، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم. بس اهم حاجة امانة عليكم، اول ما توصلوا للحتة دي من الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناة. ربنا يوفق الجميع يا رب، وتكون فتحة خير علينا جميعا بإذن الله. ما تنسونيش تشتركوا معايا في القناة وتعملوا لي لايك. ربنا يوفقنا جميعا يا رب، والله بفرح جدا لما بقرا تعليقاتكم. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. هنا بقى يا حبايب قلبي، انا اول حاجة عندي بدأت من جوه لبره. عندي الأوضة اللي بره اللي هي ايه، أوضة النوم، لكن جوه اخر الشقه فيها اوضه الاطفال، فهنا احنا كده من اخر الشقه. هنا بقى في اوضه الاطفال عندي سريرين بحطهم بالطول وبحطهم بالعرض، بس لما بحطهم بالعرض بيضيقوا لي الاوضه قوي، فانا حطهم كده بالطول وحاطه جنبهم التربو والكومودينو، ومن الناحيه التانية حاطه التسريحه والدولاب في وش السريرين. هنا بقى يا حبايب قلبي ده الكومودينو، لما في كراريس عيالي كلهم وقلامتهم والوانهم وكل حاجه، عشان هما بيقعدوا في الاوضه دي يلعبوا يلونوا يعملوا، فدي اوضتهم. هنا بقى يا حبايب قلبي آه معلش انا اسفه جدا على الاضاءه، كل فيديو لازم اقول لكم عشان لو في حد جديد ويعني عارف ان الاضاءه ضعيفه او كده يستحملني بس شويه، على ان شاء الله ما اظبط الدنيا ان شاء الله هعمل فيديوهات هتعجبكم وتنول رضاكم. ف ان شاء الله باذن الله قبل رمضان هنزل فيديوهات حلوه هتعجبكم، او بعد رمضان باذن الله. هنا بقى يا حبايب قلبي خلاص كده كنت خلصت معاكم اوضه الاطفال، روقت السراير ونفضتهم وطبقت البطاطين وكنست الارض وفرشت البتاع. بطلع بقى من اوضه الاطفال تلاقوا الطرقه اللي انتوا شايفينها دي، يعني الطرقه دي تطلع كده من اوضه الاطفال تلاقي الطرقه ديت فيها دخله المطبخ ودخله الحمام. هنا بقى يا حبايب قلبي هشيل الفرشه وهكنس وهلم الترابه وكده والم الزباله عفاكم الله، وايه و... وهفرش تاني. انا مش هسيق في الروتين ده خالص، علشان ايه؟ انا بصراحه قلت ايه، انا بقالي يومين ما روقتش الشقه، فقلت اما اقوم كده بسرعه اروقهم، كان عندي برد في عظمي. ربنا يا رب يعافيكم جميعا ويرزقكم الصحه والستر وراحه البال. فقلت ايه، لا انا لازم النهارده بقى اقوم اخلص اللي ورايا، عشان ايه؟ اقعد بقى ايه مرتاحه كده. ده الفرش الكنب اللي انا كنت فرشاه شلته، وهجيب فرش تاني برضو شتوي هفرشه معاكم دلوقتي هتشوفوه. هنا بقى الركنه بتاعتي انا كنت غيرت النظام، انا كنت جايباها الناحيه التانية، دلوقتي عملتها الناحيه دي. يعني انا كنت جايباها تفتحي باب الشقه تشوفي الركنه، لا كده بقى تفتحي باب الشقه تشوفي البفات والشاشه. ان شاء الله في العيد انا حبيت اعمل كده عشان النظام ده يعني عنا تاخد عليه وكده، عشان ما يجي العيد وانقل الركنه مكانها يبقى احنا ايه يعني تبقى زي حاجه جديده يعني. بس كده ربنا يوفق الجميع. انا هبدأ بقى افرش الفرش كده، خلاص فرشت الفرش وهلم بقى هروق تحت الترابيزه دي، بحط حاجه المذاكره بتاعت بناتي عشان لما نقعد نذاكر تبقى الحاجه جنبي كده ايه في الصاله. هنا بقى ايه هطفي اللمط دي كانوا قايدينها كلها، وابدا بقى اكنس الارض. السجاده اللي هي بتبقى الشعر اللي هي اللي انتوا شايفينها دي بتغلب قوي في الكنس، فانا هعمل ايه بقى، هنفض الموكيته من اليمين وهنفضها من الشمال واكنس الحته الوسطانيه، بس كده بتريحني اكتر. لكن طول ما انا بكنس كده مش بتنضف، وكمان التراب او الفرافيت بتدخل في الشعر، لكن كده بصوا كله بيتكون بقى في الحته اللي في النص دي ما بعرفش انفضها. فهاخد كده بقى المقشه واكنس ايه الوسطانيه دي بس، ابقى كده ايه خلصت معاكم ايه اوضه الركن. ربنا يا رب يوفق الجميع ويرزق كل مشتاق، واللي نفسه في حاجه يا رب اديهاله، اذا كان صحه اذا كان مال اذا كان اطفال، ربنا يرزق الجميع يا رب ويديكوا راحه البال والستر والصحه. بس كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده خلصت كده اوضه الركنه. بصوا انا بطلع من اوضه الاطفال على على الطرقه على الركنه دي، بقى الصاله التانية اللي في وش الطرقه زي ما انتم شايفين كده، وفي وش اوضه النوم. انا كنت شاريه ورق فويل ابيض علشان اكمل السيراميك بتاع المطبخ، فانا باذن الله هنزل لكم فيديو ترتيبات بقى المطبخ باذن الله. بس ايه، انا صحيت من النوم والله لقيت الميه قطعه، يعني كان نفسي اصور لكم النهارده حاجات كتير، بس صورت لكم بقى روتين الشقة كله كده. يا رب يعجبكم وينور رضاكم. انا عارفة ان الاضاءة بتبقى مضايقة ناس كتير وبتبقى مش احلى حاجة، بس ربنا يكرمني يا رب ويصلح حالي ويوفقني واقدر اظبط في القناة واطور فيها وتنور رضاكم باذن الله.
هنا بقى يا حبايب قلبي خلصت الصلاة التانية كده، انا خدتها من بره لجوه. كيسة القمامة دي دلوقتي بنتي هتيجي ترميها، انا متعودة الم الزبالة اول باول. الجرار بيجي على ناصية الشارع بياخدها، ما جاش ببعت بنتي للزبالة بترميها في ثواني وبتيجي. بس اخرهم خالص العصر، ما ببعتهمش من بعد العصر لان المكان بتاع الزبالة ده انا ما بحبهوش. هنا بقى يا حبايب قلبي انا كنت منشرة، فهلم معاكم الغسيل وهطبق الغسيل التاني. بصوا يا حبايبي هنا زي ما انتم شايفين كده انا هفرش بقى معاكم السرير. هو السرير يعني عندي كل طقم فيه، انا عندي 3 دفايات، ال3 دفايات بيروحوا على طقم كتير، فكل طقم بنقي له الدفايه المقاربه ليها وافرشها مع طقم السرير. فهنا كنت فرشه الطقم اللي هو الروز ده، حطيت عليه الدفايه الحمراء، واللحاف كده بتنيه واحط عليه البطانيه، وساعات بتني البطانيه واحط عليها اللحاف يعني على حسب. هنا بقى يا حبايب قلبي انا عايزه بس اوضح حاجه بسيطه للناس اللي بتقول يعني لا بصوا حبايب قلبي الروتينات دي ممكن حد يخش يعجبه مثلا ايه، فكره مثلا في الأوضة مثلا شكل ستاير، شكل سجاد، أوضة مش عارف ايه، بس هي دي الفكرة من الروتينات مش أكتر. لكن إن الناس ما بتعرفش تروق، لا الناس كلها بتعرف تروق، والناس كلها بتروق أحسن مني كمان. بس هي فكرة الروتين ده ان احنا ايه، بنعلم بعض، ناخد من بعض فكرة، ناخد من بعض طريقة. مثلا ده عامل ديكور ممكن نستفاد منه. فطبعا انا مش الوحيدة بس على اليوتيوب اللي بعمل روتينات، لا في ناس كتيرة قوي على اليوتيوب بيعملوا روتينات، وبيعملوا كمان روتينات احسن مني. فربنا يوفق الجميع يا رب. فمش مش يعني مش يعني القنوات دي انواع، في ناس بتعمل قناة خاصة بالطبخ بس، في ناس بتعمل قناة خاصة بالروتينات بس، في ناس بتعمل قناة خاصة بالفلوجات بس، في ناس بتعمل قناة خاصة بالروتينات بس. فالقنوات دي انواع، انا عاملة قناة خاصة بيومياتي، انا بصحى من النوم دي يومياتي، يعني انا صحيت من النوم غيرت العيال وسرحت لهم راحوا الدرس، غيرت لمحمد عملت له رضعة، روقت الشقة معاكو، ده يومي. اللي عارف القناة بتاعتي عارف ان انا قناتي دي يومياتي بنزل فيها يومي بيوم اول باول كده، لان انا مش بخرج، هصور ايه بره؟ ولو صورت لكم في المطبخ كل يوم هتزهقوا، لو صورت لكم في الشقه كل يوم هتزهقوا. فانا بصور شويه في المطبخ شويه في الشقه، لان طبعا انا مطلوب مني انزل فيديو كل يوم، ساعات طول ما انا فاضيه بنزل كل يوم. في عذر، في مثلا مشكله، في حاجه، في مش عارف ايه، لان انتوا عارفين طبعا كل بيت مقفول عليه بابه ومحدش عارف ايه اللي جواه. فطبعا ساعات بيبقى عندي والدتي تعبانة، مثلا بيبقى عندي زي مشاكل عائلية، بيبقى عندي حاجات، فبقفل القناة ما بفتحهاش خالص بالشهر كمان. اما محمود كان عامل حادثة وكان محمد ابن رجله مكسورة، قعدت مدة كتيرة ما صورش، انا قعدت